عليكم، اهلا وسهلا فيكم. اليوم هحضر معاكم شوربة عدس واثناء بنحضر فيها هنعمل شي تاني ونتكلم شوية. اول شي هنا قطعت بصلة كبيرة وحطيت لها زيت بتاع زيت زيتون او اي زيت عادي ممكن تحطوه. ولعت على الغاز نخليها شوية لحتى تتحمص معانا. نجي نصلي في البداية، نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على آل محمد وصحبه أجمعين. اليوم هحضر معاكم شوربة العدس. كلنا بنحبها لشوربة العدس وكل زول عنده طريقة بحضرها بها. أنا حوريكم طريقتي كيف بحضرها وكيف أنا وأسرتي بنحبها. انتوا شاركونا كيف بتحضروها وشاركونا رأيكم في التعليقات وفي طريقة اللي هحضرها بها اليوم. ما تنسوا تابعوا الفيديو للآخر، في أشياء كتير حلوة في الفيديو هتشوفوها. وهنا هنحرك شوية دايما نحنا او اطفالنا بنحب طبخات او بنحب، لكن شوربة العدس او اي نوع من الشوربة او السلطات دايما بيكون لها محبة كبيرة عند كل افراد العائلة والناس اللي بتحبها. طبعا هحكي لكم اليوم شغلة، دايما لازم تلحقوا احلامكم، لازم دايما تخليكم على حلمكم. واذا انت في يوم من الايام لقيتي روحك في مكان او مجتمع ما بدعم احلامك او بقلل من قيمتك، معناها انت في المكان الغلط ولازم تنسحبي منه. لانه الانسان اذا قعد في مكان ما بيناسبه وفيه ناس بتقلل من امكانيات او قدرات الشخص بيحبطوك، ما بخلوكي انت تحققي ابدا اهدافك. ومهما كبر الانسان الاحلام ما بتكبر، دايما بيكون لاحلامه جزء كبير من حياته. عشان كده لازم ما تتخلوا عن احلامكم ابدا. هنا حقي ضيف عندي بطاطس واحدة جزرة واحدة هضيفهم برضو، هنخليهم شوية. زي ما قلت لكم احلامكم ملككم انتوا بس يا صبايا. دايما احلام الوحدة فينا احلامها هي خاصة بها، ابدا ابدا ما تتخلوا عن احلامكم. مهما كانت ظروفكم اوضاعكم، اكيد الظروف والاوضاع بتتغير بس الاحلام ما بتتغير ودايما بتفضل زي ما هي. عشان كده شدوا حيلكم، اهتموا باحلامكم حتى لو الحلم صعب. الحلم ما في حلم مستحيل، ما في حلم ما بيتحقق. اذا نحن اشتغلنا واجتهدنا على حلمنا اكيد اكيد في يوم من الايام هيتحقق. هنا هنيجي شنو نضيف طماطمايه واحده برضو مقطعه، هنضيفها هنحركها شوي. هنغطيهم 3 دقايق بدون مويه بدون اي شيء. غطيتهم. هنيجي نكمل، هنعمل شي تاني اليوم، هديكم فكرة لشي تاني. هنا زي ما شايفين عندي دي خبزة انا جففتها، هوريكم بعمل باشنو. كلنا بنستخدم البوكس مات دايما في المطبخ، لكن شنو دايما بنشتريه جاهز ما بنعمله في البيت. انا ما قاعده اشتريه، انا بعمله في البيت. هوريكم بس وطريقته بسيطه وسهله ممكن اي انسان يعملها. ده سيافه عندي، شايفين كيف يافه؟ شايفين كيف جافه؟ يعني كلها اخذت تقريبا يومين في الشمس وجفت. هنجيب اي خبزه من باقي الخبزه حقتنا هخليها هنا، هي بتاعت امبارح نظيفه ما فيها شيء. وهنجيب صينيه ونقطعها. بنقطعها وبنحطها في الشمس يومين بتجف
بعدين شنو، انا دي السقافة بسحنها بالسحانة وبحطها في جردل وبخليها، بدل ما اشتري اول حاجة اللي بنشتريها دي ما معروف ذاته مخزنة من 200 صح، فيها تاريخ صلاحية، لكن ما بتعرفي اذا كانت هي نظيفة. وطالما الانسان عنده اطفال لازم يهتم بنوع الاكل والشي اللي بيقدمه لهم، دايما لازم يقدم لهم حاجة تكون نظيفة وحاجة موثوقة، وما في شي نظيف او يعني ممكن يكون آمن أكتر من حاجة معمولة على يدك انتي في البيت لأطفالك، يعني لضمان صحتهم وراحتهم. شايفين؟ بس قطعتها كده. دايما بعملها أنا كده. وفي ناس حاليا بتجهز إن الحاجات يعني بتجهز الحاجات لرمضان. أنا ما بحب جهز، غير إنه ممكن جهز فول، حمص، حاجات زي دي. أما الفواكه في ناس بتجهز البرتقال، بتجهز يعني كثير من أنواع الفواكه، فكان أحسن أنا بستخدمها طازجة أفضل. لكن زي دي ممكن عادي أضمن وأنظف انتوا تعملوها في البيت، يعني سهلة. شايفين كيف أنا عملتها؟ بحطها في الشمس، بعد يومين بنزلها زي دي. ممكن تطحنوها أول ما تنزلوها، تسحنوها في السحانة. شايفينها جافة كيف؟ وممكن تكبوها في جردل وتغطوها وتحفظوها بغطاية الجردل وتخلوها، لما تحتاجوا تطلعوها تسحنوها. سهلة جدا. هنرجع هنا لحلتنا نشوفها. وهنا جيت فتحتها زي ما شايفين. ممكن تحطوا بابريكا، تحطوا فلفل اخضر، التوابل اللي انتوا بتحبوها، لكن انا ما هحط بعدين شويه. بس اول شي هنيجي عندي هنا ده كوبايتين من العدس الاحمر المغسول، غسلته حطيته كده، وهضيف له نص معلقه من الملح. شايفين؟ وهجي اضيف له المويه. مويه لحتى تغطيه كده كامل. خلاص. هخليه شنو، عفوا هخليه لحتى يستوي معي. برجع بغطيه على نار هادية، بما انه انا اصلا ما مستعجلة اليوم. شايفين؟ ضفت ورقات طرفين، وهنا اضيف معلقة صغيرة من الكركم، وهحركهم شوي واخليهم حبة تانية. زي ما شايفين خلاص استوى العدس وكل شي، حتى الجزر والبطاطس والطماطم، وحطفي عليهم عشان نضربهم بالمفركة الكهربائية، او اذا ما عندكم ممكن تضربوها بالخلاط. نطفي عليها كده. هنا زي ما شايفين صارت جاهزة عندي الشوربة بتاعت العدس، تقيلة، الرائحة ما شاء الله والمذاق تحفة تحفة. جربوا الوصفة واكيد اكيد حتلقوا طعمها خرافي جدا وحلو. في بس حاجة بسيطة حابة اذكركم بها، اذا حابين تضيفوا شوية على كده لون، ممكن تجيبوا بابريكا ومعلقتين زبدة تسوحون في طوة في الجنبة، وبعدين بعد ما تكبوا تحطوا بفوق منها، بتديها طعم ولون خرافي. لهنا وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسونا من اللايك والشير والاشتراك في القناة.